عمرك هو برنامج حياتك، عمرك هو رسمالك بهذه الحياة. هيدي التجارة اللي انت بتشتغل فيها 24 ساعة. لتقدر تخطط لهذا العمر كله بدك تخطط للحظة، لأنه اللحظة هي بتأسس للدقيقة، والدقيقة هي بتأسس للساعة، والساعة هي اللي عم بتأسس لأيامك. يعني بدك تعيش صح، بدك تدير اللحظة صح. هيدا الماضي وهيدا الحاضر هالمستقبل. في ناس بتتعامل مع الماضي بلغة تقليد، بتضلها تكرر نفسها، ما بتشتغل على حالها. وفي ناس بتتعامل مع المستقبل بتشاؤم، بتضلها قلقانة. أما ميزة المؤمن بيتعامل مع الماضي ليتعلم منه بالحاضر والمستقبل. بس هيدا الحاضر بده يكون نشط، فاعل، منظم، مرتب، صح. لأنه لتقدر تكسب كل دقيقة وكل ساعة وكل لحظة وتربح هيدي الروح وتربح هيدي الحياة وتربح الدنيا والآخرة، بدك تأسس صح. الناس لما تيجي تتصرف في هيدي الحياة تتصرف بطريقة عشوائية، الليل نهار والنهار ليل. ما بتنتبه انه حتى العمر في مين جاهز يسرقه، في لصوص الوقت، لصوص عمرك. هيدا اللص ممكن يكون رفيق، ممكن يكون عادي، ممكن يكون نمط انت عايشه. شو المطلوب؟ المطلوب نعمل اكثر من شغله. واحد، نعيد ترتيب اهدافنا. اني ليش الله خلقني؟ ليش اني موجود بهذه الدنيا؟ لما اعرف هدفي برجع بحطه شاخص قدامي لاشتغل عليه واوصل له. واثنين، بدي ارجع ارتب طريقه تفكيري مع هذا الزمن وهذا العمر. فيك تنبسط وفيك تعيش وفيك تربح وفيك تظهر وفيك تعمل اللي بدك اياه، ولكن في مفاهيم انت ما مفوت على برنامج حياتك بهذا الزمن. بتتابع اخبار، بتسال عن اوضاع السياسه وشو عم بيصير، لأنه أنت شريك بهذا الوضع وشريك بهذه الحياة. شو طبيعة برنامجك الروحي؟ شو طبيعة برنامجك الروحي؟ شو طبيعة فيقتك على صلاة الصبح؟ اللي بده يخطط لبرنامج حياته خد علم انه يومك ببلش من صلاة الصبح. صلاة الصبح هي معيار وشاخص لتعرف هالنهار بكمل صح. اوله صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا. هيدا النجاح اللي بيتحقق بهالثلاثية انت شريك لحتى تقدر تحققه. نعم، يمكن رفيقك يعينك على هالموضوع، اهلك يعينوك، بس اذا هالواعظ وهيدا المعيار مش موجود بجواتك وداخلك، لو بيجي الدنيا كلها لحتى تساعدك ما بتساعدك. انت بلش نهارك صح واستفيد من عمرك. هلأ عم تنتهي سنة لتفوت بسنة جديدة. كرر هالدعاء وتأمله منيح. عمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. طالما هالعمر هو لله فالله جاهز يساعدك ويعينك. أما إذا هالعمر للشيطان فإن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. بس أنت أذكى من أنه الشيطان يكون هو عم يلعب فيك وبوقتك وبعمرك وبحياتك. كون أذكى. حججي عمار حمود، أحمد قصير، هون نماذج من الشهداء عرفوا كيف يستغلوا عمرهم صح ليربحوا حياتهم صح. ينعاد عليك بالخير والعافية إذا أنت عرفت كيف تقدم هالعمر لله عز وجل.